ناس كتير بتسأل هو المصريين فرحانين كده ليه؟ هو ليه الزغاريد دي كلها وعلى ايه؟ وفينكوا اصلا من سنتين؟ تعالى يا عم احكي لك الحكايه من الاول، بس قبل ما نحكيها ما تنساش الشير عشان نوصلها للناس كلها. بعد 7 اكتوبر يا صديقي على طول اول واحد جري على مصر كان مستشار المانيا. طلب ايه ساعتها؟ طلب التهجير، والرئيس رد عليه برد ناس كتير ساعتها هجمته عليه، اللي هو ودوهم صحراء النقب. عارف ليه؟ عشان كان عارف ان الفكره دي مستحيله، وده اللي اكدته الايام يعني. وبعدها بيومين جه رئيس وزراء بريطانيا، وبعدين طبعا جه ماكرون بنفسه اللي هو رئيس فرنسا، كلهم بنفس الطلب التهجير، والرد كان لا، ومصر قالتها بوش واحد مش هيحصل لحد. بعدها امريكا دخلت على الخط بتاع التهجير، وزير خارجيه بايدن جه بنفسه، والرئيس استقبله قدام الكاميرات في الغرف المغلقه. وخد بالك دي حاجه ما بتحصلش كتير وخصوصا مع امريكا، لدرجه ان الصحف الامريكيه نفسها قالت له لما رجع هو ازاي قعده كده وبيكلمه كانه مدرس لتلميذ. وبعدين بقى جه يوم 21 اكتوبر 2023 يوم المؤتمر بتاع القاهره للسلام، اللي السيسي كان نفسه يطلع بموقف عربي موحد، بس كالعاده نصهم ما جاش، وشفنا ساعتها وشه كان عامل ازاي ووجعنا كلنا. لكن في اخر الخطاب اتكلم باسم مصر بس، وقالها بثقه القائد اللي شال وأكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر. الفايده بقى اللي طلعنا بيها من المؤتمر ده، المساعدات دخلت غزه بعد اسبوعين من قصف المعبر رفح لما اتضرب 4 مرات. بفضل مين بقى؟ بفضل مصر. عدى وقت وجه بعديها ترامب وبرضه طلب موضوع التهجير، وقال في مؤتمر صحفي كده مصر هتوافق، وقدمنا لها كتير. They will do it. They will do it. What makes you say that? They're going to do it. Okay? We do a lot for them and they're going to do it. بس لما لفت بقى الايام جيب نفسه مصر عشان يعلن نهايه الحرب اللي كان مخططها التهجير. النهارده اللي كانوا بيضغطوا علينا لو انت مش فاهم بقوا يجوا بنفسهم يعتذروا في صوره اتفاق سلام. عشان كده المصريين مبسوطين، ده ملخص الحكايه. فمبسطتهم دي مش من فراغ، لكن من احساسهم بالنصر. كلهم راهنوا على ضعفنا ساعتها، واحنا ردنا بالفعل مش بالكلام، باراده رئيس ذكر وشعب كان صاحي برضه وواعي، ومحدش قدر يلعب عليه رغم حملات التشويه والتشكيك والتكذيب اللي حصلت في اعلام الكذب وخونة الاخوان. وكان جيش برضه رادع يخلي العالم يعمل لنا 1000 حساب. وعشان كده هنفضل نقولها لحد اخر نفس، تحيا مصر رغم انف الحاقدين، تحيا مصر السيسي. عرفت بقى احنا مبسوطين ليه يا بهيم؟